مكملين مع بعض في بارت 2 من آخر مراجعة لينا على الكويستشن تاج. النهارده هنشرح مجموعة من الأسئلة اللي ممكن نتلخبط فيها وإحنا بنحل أسئلة الامتحانات. أول سؤال معانا بيقول there was a car outside وطالب مني question tag. القاعدة في الحالة دي بتقولي إيه؟ بتقولي لو عندي جملة بدأت بذير في بدايتها محل الفاعل أو ضمير الفاعل، لازم تكوني حافظة نقطتين مهمين. النقطة الأولى إن الذير في بداية الجملة ما بنتصرفش فيها وبننقلها زي ما هي في نهاية الكويستشن تاج بدون أي تعديل أو تغيير. طيب والنقطة الثانية إن إحنا نتأكد من إن الاسم اللي موجود في الجملة مطابق للفعل المساعد. في إيه؟ في الإفراد والجمع. يعني لو لقيت اسم مفرد يبقى لازم ألاقي فعل مساعد مفرد. طيب لو لقيت الاسم جمع يبقى الفعل المساعد هو كمان لازم يكون جمع. تعالوا نطبق الجزئية دي على الجملة اللي موجودة قدامنا. الفعل المساعد اللي عندي في الجملة هنا was، ده فعل مساعد مفرد، يبقى طبيعي إن أنا هلاقي اسم مفرد. بالفعل لقيت car أو a car، ده اسم مفرد، إذا الاسم مطابق للفعل المساعد، يبقى الجملة مستوفية كل الشروط وهقدر أجيب منها الكويستشن تاج بمنتهى البساطة. مفيش أي تريكس في الجملة اللي احنا شايفينها قدامنا. بندور على الفعل المساعد لأنه was في حالة الإثبات يتحول ل wasn't في حالة النفي، وزي ما اتفقنا there في بداية الجملة بتتنقل في نهاية الجملة بدون أي تعديل، وتبقى إجابة الجملة بتاعي there was a car outside wasn't there. تاني جملة وهي دي اللي ممكن تلخبط ناس كتير لما نقول there isn't any eggs in the fridge وطالب مني أكون question tag. اتفقنا حسب القاعدة there في بداية الجملة بننقلها زي ما هي بدون أي تعديل. طيب تعالوا نتأكد من تطبيق القاعدة التانية اللي احنا بنقول فيها الاسم لازم يطابق الفعل المساعد. في الجملة هنا لقينا isn't فعل مساعد مفرد وeggs جت اسم جمع. هل الكلام ده مظبوط؟ قال لي لا، احنا اتفقنا في الجملة اللي قدامنا الفعل المساعد لا يطابق للاسم. طيب ازاي نعدل الجملة علشان تكون جراماتيكلي مظبوطة؟ قال لي في الحالة دي بنثبت الاسم ونغير الفعل المساعد عشان يلائم الاسم. فعل مساعد مفرد اللي هو isn't هنحوله لجمع يبقى aren't، وبالشكل ده نقدر نحل السؤال بسهولة جدا بدون أي تريكات. الجملة لقيت فيها فعل مساعد منفي aren't هحوله للإثبات يبقى are، وذير في بداية الجملة هتروح بدون أي تعديل في نهاية الكويستشن تاج، وتبقى إجابة الجملة اللي عندي there isn't any eggs in the fridge are there. كده خلصنا النوعية دي من الجمل اللي بتبتدي بذير. تعالوا نتكلم عن نوعية جديدة من الجمل. This is my cousin. الجملة هنا بدأت بthis. هنتكلم عن 3 حالات مختلفة لجمل بتبتدي بthis، بتختلف إجابة كل واحدة فيها باختلاف الفاعل اللي موجود في الجملة. الجملة الأولى اللي احنا بنتكلم عنها لقينا this جت لوحدها، مش متبوعة باسم، لوحدها في بداية الجملة قبل الفعل المساعد اللي موجود قدامنا. في الحالة دي أنا بتعامل مع this اللي هي اسم الإشارة على إنه فاعل أو subject للجملة. بنعمل إيه؟ بنحوله للضمير it في تكوين الكويستشن تاج، وبنحل الجملة بشكل طبيعي جدا. بندور على الفعل المساعد في الجملة اللي هو is في حالة الإثبات يتحول ل isn't في حالة النفي، وزي ما اتفقنا this في بداية الجملة تتحول ل it، وتبقى إجابة السؤال بتاعي this is my cousin isn't it. دي الحالة الأولى اللي هنتكلم فيها عن النوع ده من الجمل. تعالوا نشوف الحالة الثانية. الحالة الثانية بتقولي this boy is my cousin. this boy is my cousin. هلاقي حد يقول لي طيب ما this في بداية الجملة نستبدلها ب it في نهاية الكويستشن تاج والسؤال محلول. هقول لك ركز، إجابتك غلط. ليه؟ لأن هنا this ما جاتش المرة دي لوحدها قبل الفعل المساعد في بداية الجملة، ده جت متبوعة باسم اللي هو boy. في الحالة دي بتعامل مع this على إنها صفة إشارة أو demonstrative adjective. طيب إحنا اتفقنا إن الصفة بتوصف مين؟ بتوصف الاسم اللي جاي بعدها. طالما إن هي وصفت اسم يبقى الاسم ده هو اللي هعتبره الفاعل بتاع الجملة، وهنستبدله بالضمير هي. boy يبقى هنستبدله بضمير الفاعل هي، ومن هنا هقدر أجيب الكويستشن تاج بتاعي. is هو الفعل المساعد في حالة الإثبات بنفيه عشان أكون الكويستشن تاج يبقى isn't، وبنزل ضمير الفاعل هي اللي إحنا استخدمناه كفاعل، وتبقى إجابة الجملة اللي عندي this boy is my cousin isn't he. مرة كمان this لو لقيتها في بداية الجملة لوحدها قبل الفعل المساعد بنستبدلها ب it. طيب لو لقيت this وجاي بعدها اسم هعتبر الاسم ده هو الفاعل بتاع الجملة وهديله الضمير بتاعه ومنه هعمل الكويستشن تاج. طيب ثالث صورة هنشوف فيها النوع ده من الجمل هي الصورة اللي قدامنا. This doctor is clever. من القاعدة التانية أنا خلاص لقيت this في بداية الجملة، المرة دي مش هستخدمها كاسم إشارة لكن هستخدمها كصفة إشارة، لأني ما لقيتهاش جاية لوحدها في بداية الجملة ولكن لقيتها متبوعة باسم اللي هو دكتور. في الحالة دي أنا هسألك وأقول لك يا ترى دكتور نستبدلها بأي ضمير؟ هلاقي حد يتسرع ويقول لي هنستبدلها بالضمير هي.
هقول لك الكلام ده مش مظبوط وغلط، لان احنا شرحنا في الحالات الخاصه طالما في الجمله مش موضح لك انا بتكلم عن فيميل او ميل، مؤنث او مذكر، اذا فانا بتعامل مع الاسماء دي على انها نيوترال. زيها بالظبط لما اقول كوك او دكتور او ستودنت او انجينير او فارمر، بتعامل مع الاسماء دي كلها على انها نيوترال جندر او جنس محايد، وبالتالي بدلها ضمير الجمع they. يبقى دكتور في الحاله دي هنستبدلها بضمير الفاعل they، وهنكمل جملتنا بشكل طبيعي. هندور على الفعل المساعد اللي هو is في حاله الاثبات، لكن التريكي بوينت هنا هل احنا ينفع نقول they is؟ هنقول لا. إذا هنغير الفعل المساعد عشان يلائم الفاعل اللي موجود في الجملة. إذا هتتحول لآر، وبالشكل ده أنا خلاص عندي الفعل المساعد وعندي ضمير الفاعل. آر في حالة الإثبات تتحول لأرنت في حالة النفي، وذي بنحطها في نهاية الكويشن تاج، وبيكون إجابة السؤال بتاعنا This doctor is clever aren't they. ندخل على نوعية جديدة من الأسئلة لما نقول little does he tell lies. little does he tell lies يعني قلما يقول الأكاذيب، وطالب مني أعمل question tag. أول ما عيني شافت الجملة شفت كلمة little، شرحتها متهيألي في الجزء الثاني أو الثالث من الكويشن تاج الحالات الخاصة، واتفقنا إن little وفيو سواء بنستخدمها لوصف الكاونتبل أو الانكاونتبل nouns، الاتنين بستخدمهم بمعنى قليل ولا يكفي، بتدي معنى نيجاتيف للجملة أو معنى سلبي، كأني شلتها من الجملة وعوضت عنها بنوت. اتفقنا؟ يبقى little في الجملة اللي قدامنا هنستبدلها فوق بنوت، ونحل الجملة بشكل طبيعي. ندور على فعل مساعد، لقينا does في حالة الإثبات. هل ينفع نقول الفعل المساعد بتاع الجملة does؟ هقول لك لا، لأن little ادت not ل does، فبقى الفعل المساعد في الحالة دي doesn't، لأن معنى الجملة بقى نيجاتيف أو منفي. نحوله للإثبات يتحول ل does، وفعل الجملة اللي موجودة عندي هو he، يروح زي ما هو في تكوين الكويشن تاج، وتبقى إجابة الجملة بتاعي little does he tell lies does he. تعالوا ندخل على نوعية جديدة مختصرة من الأسئلة. لما نقول amazing مذهل هايل، وطالب مني أكون question tag، قال لي والله ممكن تشوفي amazing وممكن تشوفي nice day وممكن تشوفي wonderful، ويطلب منك إنك تكوني question tag. في الحالة دي أنا فاهمة طالما أنا بقول amazing أو wonderful أو nice day أنا بتكلم عن أشياء أنا شايفها قدامي، أكيد حاجات أنا بشوفها حواليا، الجو حلو، الطقس لطيف، أنا بتكلم عن أشياء أو things، فبعوض عنهم بالضمير it، كأن أصل الجملة كان it is amazing أو it is wonderful، ومن هنا بقدر أعمل الكويشن تاج بتاعي. is في حالة الإثبات بتتحول ل isn't في حالة النفي، ولأن احنا بنتكلم عن أشياء فبتاخد ضمير الفاعل it، فسواء amazing أو wonderful أو nice day بتبقى دايما الإجابة isn't it. ده بيختلف عن لما أشوف المثال اللي قدامي دلوقتي اللي هو honest وطالب مني أكون question tag. المرة دي لما بنتكلم عن honest وبنوصف شخص بأنه أمين، احنا أكيد بنتكلم عن أشخاص من أشياء مش أشياء. بنفس الطريقة لما بنتكلم عن honest بنتكلم عن righteous اللي هي بار، انت ما بتوصفش شيء قد ما بتوصف شخص. في الحالة دي احنا بنفهم ان احنا بنوصف بيها أشخاص. طالما أشخاص وإحنا مش عارفين الجندر بتاعهم، برضو بنتعامل على أنهم نيوترال جندر وبياخدوا ضمير الفاعل they. كأن الجملة بتاعتنا بتقول they are honest أو they are righteous. هتصرف في الجملة دي إزاي؟ are هتتحول ل aren't في الكويشن تاج، و they هتروح محل ضمير الفاعل، وتبقى إجابة السؤال بتاعي honest aren't they، ودي بتبقى الإجابة الصح بتاعة الجملة بتاعي. وصلنا هنا لنهاية آخر سيشن من مراجعتنا على الكويشن تاج، أتمنى تكونوا فهمتوها كويس. لو ليكوا أي تساؤل اكتبوا لي سواء على بيج الفيسبوك أو على اليوتيوب، مستنياكوا وأتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. شكرا ليكوا وأشوفكم المرة الجاية. باي باي.